كان أول مسلم جهر في مكة بإسلامه ومحدش قدر منهم يتعرض له. وقتها خرج المسلمين في صفين يكبروا ويهللوا، صف على رأسه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصف على رأسه حمزة بن عبد المطلب، وبينهم النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما وصلوا عند الكعبة. لما شافت قريش حمزة بن عبد المطلب وسيدنا عمر بن الخطاب حسوا باليأس والإحباط، وده كان أول ظهور للمسلمين قدام المشركين. وفرح المسلمين لأن ربنا استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن ربنا يعز الإسلام بأحد العمرين، لأن المسلمين قبل إسلام سيدنا حمزة وسيدنا عمر كان بيخافوا يظهروا إسلامهم علشان ما يتأذوش من المشركين، على عكس الفترة اللي بعد إسلام سيدنا عمر وحمزة بن عبد المطلب، بقوا يجهروا بإسلامهم علشان لقوا اللي يحميهم من أذى المشركين. وكان سيدنا حمزة وسيدنا عمر يعتبروا من أشد الرجال في قريش، وبعد زيادة عدد المسلمين بسبب صلاتهم عند الكعبة وبسبب إسلام سيدنا عمر ابن الخطاب. وقبل ما نكمل حكايتنا ما تنسوش تتفرجوا على الحلقة اللي فاتت وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. كان لعمر رضي الله عنه دور ومكانة متميزة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كان مستشار للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من كتاب الوحي. ولأنه كان سفير قريش كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبعته يبلغ عنه رسالاته، وكمان كان من أهل الفتوى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قضاته، وشارك بنفسه في بناء مسجد قباء ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. في العام الثالث هجريا حصلت غزوة أحد، وكان عمر رضي الله عنه من الأشخاص اللي كانوا فاكرين أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتقتل في المعركة، ولكن سيدنا عمر لما عرف أنه لسه عايش وأنه قاعد محتمي في الجبل جري يدافع عنه ضد اللي بيحاول يوصل لهم من قريش. وبعد ما اتصاب المسلمين واتحصروا قال لهم أبو سفيان قائد قريش مستهزئ بالمسلمين، قال: أفي القوم محمد؟ فرد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على المسلمين وقال لهم ما تردوش عليه. فقال أبو سفيان قائد قريش: أفي القوم ابن الخطاب؟ وكمل باستهزاء وقال: لو كانوا عايشين ما كانش كل المسلمين دول اتصابوا. وقتها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما قدرش يمسك نفسه، فرد عليه وقال له: كذبت يا عدو الله، وإن اللي بتتكلم عليهم أحياء والباقي ليك اللي هيضرك. ونيجي لأصعب يوم في حياة ابن الخطاب، وهو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لما شاع الخبر المسلمين ما صدقوش وكانوا في حالة صدمة، ومنهم عمر بن الخطاب، وأصابوا حالة من الحزن وما كانش مصدق موت الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة تعلقه بيه. فكان بيحسب أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هيكون زي سيدنا موسى عليه السلام، أنه هيغيب عن قومه 40 ليلة ورجع ليهم بعد ما اتقال عنه أنه مات. فضلوا المسلمين على الحالة دي بيتمنوا إن كلام عمر بن الخطاب يبقى صح، لحد ما جه سيدنا أبو بكر وسمع كلام عمر إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ماتش، فقال له أبو بكر: اقعد يا عمر، فقرأ عليه الآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال أبو بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لما سمع عمر كلام سيدنا أبو بكر اتأكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات. وسبحان الله، سيدنا عمر بقوة شخصيته ومنطقيته مين كان يصدق أنه هيكون في اللحظة دي في منتهى الضعف، لدرجة أنه نزل بركبته على الأرض وعيط. بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وتولية عمر بن الخطاب الخلافة بعد سيدنا أبو بكر الصديق زي ما عرفنا في حلقات سيدنا أبو بكر، وكان سيدنا عمر بن الخطاب زاهد عن الخلافة، وبإجبار من سيدنا أبو بكر اتولى الخلافة، ووصى سيدنا أبو بكر أن يتقي الله وشوية وصايا تانية. وكان من اهتمامات الخليفة عمر بن الخطاب بعد خلافته اهتمامات كتير، زي اهتمامه بالطرق ووسائل النقل البري والبحري، عن طريق أنه خلى جزء من بيت مال المسلمين علشان يوصل أجزاء الدولة الإسلامية ببعضها، وخصص عدد من الجمال كوسيلة مواصلات متاحة، يعني عشان تسهل النقل في الدولة الإسلامية. وكمان خصص مكان اسمه دار الدقيق
وكان سوق بيتباع فيه طلبات ولوازم البيوت للضعيف وابن السبيل والغريب، والسوق ده مكانه كان بين مكة والمدينة. وأنشأ كمان الثغور والأمصار كقواعد عسكرية ومراكز للحضارة. بسبب زيادة الفتوحات الإسلامية اهتم الخليفة ببناء المدن واستغلال الطرق النهرية وتجنيد الجنود علشان يحمي الدولة الإسلامية. وكانت مصادر دخل الدولة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب متنوعة ما بين الزكاة والجزية والخراج، المقصود به المال اللي بيجي عن طريق الأراضي اللي كان بيفتحها المسلمين، والعشور والمقصود بيها الأموال اللي كانت بتيجي من التجارة، وكمان الغنائم. وكان مؤسس دواوين للدولة يتسجل فيها ايه اللي بيحصل في الدولة، وكان هو أول من أنشأ الدواوين. لما انتشر الإسلام ورقعة الإسلام اتسعت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب وارتبط المسلمين بالأمم التانية، حالة المدينة كانت محتاجة وقتها تطوير في القضاء، لأن مشاكل الخليفة زادت هي والخناقات. فالخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاف إنه لازم يفصل الولايات عن بعضها، وكمان سلطة القضاء تكون مستقلة علشان كل والي يقدر يتفرغ لشؤون ولايته. علشان كده سيدنا عمر بن الخطاب خلى القضاء ليه ولاية خاصة، يعني كل بلد كان ليها قضاء لوحدها. استشهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الأربعاء سنة 23 من الهجرة، وكان عمره 63 سنة، وكانت خلافته 10 سنين ونص وكام يوم، ودفن بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان أثر قتله على المسلمين صعب جدا عليهم، لأن الموتة ما كانتش موتة مرض، كانت موتة قتل، واتقتل غدر على ايد كافر اسمه ابو لؤلؤ المجوسي. وبيقال ان المجوسي ما قتلش سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لوحده، ده هو كان معاه 13 صحابي مرة واحدة، مات منهم 7 والله اعلم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسيط بيقوم بواجباته، وكانت من اهم مبادئه، وكان بيدي المسؤولية حقها، وكان شعوره بالعدل قوي. وبوفاته ساب لنا صفحة من انقى صفحات التاريخ، فبسببه عرف التاريخ رجل من طراز فريد. ما كانش همه انه يجمع فلوس او السلطة، وما فضلش قرايبه على الناس، ما كانش همه هو، لكن كل همه انه كان ينصر دين الاسلام، وكان اشد رغباته انه يحقق العدل، وقدر يحقق ده بفضل الله عز وجل. رحمك الله يا خليفة المسلمين وأعدلهم. وبكده تكون خلصت حكايتنا. ما تنسوش تكتبوا لنا آراءكم في الكومنتس. نشوفكم الحلقة الجاية. سلام.